انا قررت النهارده ادلع الفراخ وحقنها بوتوكس. كل الناس حقنا بوتوكس وفيلر جت على الفراخ يعني. وعايزه اقول لكم كل ما هندلع الفرخه اكتر كل ما هتدينا نتيجه ممتازه. هنحضر معانا سرنجة 20 سنتي عشان السن بتاعها يكون واسع شويه. وتعالوا اقول لكم هعمل ايه. معايا هنا طماطمتين، بصلايه كبيره، نص قرن فلفل حار، وضفت كمان فصين توم. هخلطهم مع بعض كويس قوي وهفرمهم ناعم. هضيف كمان جزر، بس طبعا عشان الكبة الخضار فيها واخد مساحة استنيت لما فرمتهم وحجمهم قل شوية، وبعد كده ضفت الجزر وضفت كمان مستكة وحبهان. لو عندك حبهان مطحون يكون افضل، بس انا بصراحة كنت مكسلة اطحن الحبهان فحطيته حصى وهو اتطحن معاهم يعني. بالنسبة للبهارات، ملح وفلفل، بابريكا، 7 بهارات، توم باودر وبصل باودر، ونضيف بقى ايه اي بهارات حلوة احنا بنحبها للفراخ. ضفت كمان نص كوبايه من عصير البرتقال، وربع كوبايه من عصير الليمون، معلقتين كبار كاتشب، وممكن نضيف زيت او سمنه. انا ضفت معلقتين سمنه بلدي. بعد ما اتفرموا ناعم هنبدا بقى نصفيهم. بس اهم حاجه المصفى تكون ضيقه جدا عشان انا عايزه بس الميه بتاعه البصل والخضار والحاجات دي تعدي. انا عايزه حتى البهارات ما تعديش منها. انا جبت هنا سرنجه 20 سنتي، والسرنجه دي طبعا جديده لسه فكاها من الورقه بتاعتها. فعشان الميه دي بتاعه الخلطه دي تعدي من السرنجه مش عايزه فتفوتة بصل ولا جزر ولا حتى حباية من حبات البهارات تعدي منها، عشان هتضايقنا وهتسد السن ونرجع نفكه ونرجع نحطه. فعلى ايه نغلب نفسنا؟ احنا بس نصفيها بمصفى ضيقة عشان نضمن اللي نزل مية بس. هنبدأ بقى نحقن الفرخة بالشكل ده من عند الصدر ومن عند الوراك ومن كل الأماكن فيها، حتى الأجنحة هنحقنها. مش هنسيب حتة في الفرخة مش هنحقنها بيها. تمام. طبعا الخطوة دي تفضل ان احنا نعملها قبلها بيوم ونبيتها في التلاجة بالشكل ده، هتلاقي نتيجة خطيرة. فتحت كمان بقى ما بين الجلد واللحم، وخدت بقية الخضار طبعا اللي احنا صفيناه ده، وهبتدي احشي الفرخة كلها من كل الجوانب. مش هسيب حتة مش هدخل فيها الخلطة دي. الخلطة دي طعمها جميل جدا وهتدينا نتيجة خطيرة. طبعا انا جهزت الفرختين وهبدأ بقى احشيهم. كان عندي بقى الكبد والقوانص، ابتديت بقى شوحت القوانص الاول. بعد كده نزلت بالبصل والكبده، شوحوا كويس. واول ما لونهم اتغير كنت غاسله عندي كوبايه رز ومصفياها، نزلتها عليهم وضفت عليهم كوبايه من الميه، وسبتهم ياخدوا بس ايه يعني غلوه بسيطه كده. طبعا انا مش هسوي رز لان الرز هيستوي مع الفراخ. ضفت كمان ملح وفلفل، وكده هو استوى نص سوا. سبته ما برد شويه وابتديت احشي الفراخ. هنحشيها طبعا بالكميه اللي احنا عايزينها، وطبعا لو احنا هنسويها في الفرن زي ما انا هسويها فما فيش مشكله في ان احنا نزود كميه الرز اللي احنا هنحشي بيها. لكن لو احنا هنسوي الفرخه ونعملها شوربه فلازم طبعا نقلل الرز، لان طبعا مع التسويه الرز هيزيد في الحجم، ومع غليان الميه هنلاقي الجلد فرقع والرز كله خرج بره. عاوزه اقول لكم ان الفرخه التانية بقى دي بنتي صممت تساعدني وتعمل زيي، بس طبعا جت كويس انها جت على قد الجلد بس اللي اتقطع. بس طبعا احنا لازم نشجعهم عشان يتعلموا. وعايزه اقول لكم ان الفرخه بتاعتها كان طعمها احلى من اللي انا عملتها كمان. الفراخ دي انا سويتها في اكياس حراريه. الكيس ده بضيف فيه معلقه من الدقيق وبفضله بيه كده، وبفضي الدقيق الزياده منه وابدا احط الفراخ فيه واقفلها كويس. وبيكون موجود مع الاكياس دي زي كليبسات كده بنقفل بيها، وبيكون عددهم على عدد الاكياس يعني بنقفلها كويس بالكليبس بالشكل ده. ونبدأ نخرم الكيس بسن الإبرة خرمين 3 مش أكتر من كده. اللي مش حابب يسويها في أكياس حرارية ممكن يسويها في صينية في الفرن ويحط تحتيها بصل أو طماطم ويغطيها بورق زبدة وورق فويل، ويحط معاه كوبايتين مية ويتابعها كل شوية. بعد ما قفلت الأكياس بحطهم في صينية وبحط مع كل كيس كوباية من المية، وطبعا الفرن بيكون سخن من قبلها بنص ساعة. كل كيلو فراخ بياخد نص ساعة في الفرن. يعني الفرخة لو 2 كيلو هتقعد ساعتين، 2 كيلو ونص هتقعد ساعتين ونص. ودي النتيجة بالظبط. هي حتى بنلاقيها متحمرة جوه الكيس بالشكل ده. واللي عايزة تتحمر اكتر من كده بنفتح الكيس ونشغل عليها الشواية شوية. شايفين لونها جميل ازاي؟ لون وريحة وطعم خطير. سويتها في الفرن على حرارة متوسطة، وكنت حاطة الصاج بتاع الفرن في تاني صف من تحت. يعني هي لو متقسمة، الفرن عندي متقسم 5 صفوف، انا حاطاه في تاني واحد. ده بقى الصوص اللي بقى في الكيس، واخد طعم التتبيلة مع طعم الفراخ. عايزة اقول لكم طعمه جميل قوي. حطيت منه على الفراخ وبيتاكل معاها ومع الرز بيدي طعم جميل قوي. بصوا ايه رأيكم بقى في الفراخ بتاعتي؟ ودي فراخ جوجو اللي اتقطعت بس طعمها جميل قوي. الرز مستوي، ممكن كمان نبدل الرز ونحط مكانه فريك بيدينا نتيجة جميلة. ودي كان عندي شوربة في التلاجة عملت منها صينية بطاطس. بصوا بقى الفراخ، عايزه اقول لكم ريحتها حلوه قوي، احسن من كل المحلات اللي احنا بنشتري منها، المحلات السوري والمحلات المصري المعروفه كلها. كفايه ان احنا ضامنين نظافه الفراخ، غسلينها بايدينا كويس، ضامنين الحاجه في البيت، عارفين الحاجه اللي احنا بناكلها دي اولها ايه واخرها ايه. الخلطة كمان اللي حطيناها تحت جلد الفراخ خلت لحم الفراخ طري وجوسي وطعمه جميل جدا. شايفين كمان الخلطة موجودة بين الطبقات.
ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، واللي عجبه ما ينساش يعمل لايك وشير، واللي اول مره يشوفني انا شيرين امام. دمتم بصحه وهنا.